ولا 20 باكو. في زيهم أول ما أسمع خبره. تسلم يا ريس. شو خسارة فيه؟ أهم حاجة تركز مليح، بعد ما تخلص تختفي خالص. ما تقلقش يا ريس هتلر، هي يعني دي أول مرة. عارف إنها مش أول مرة، بس قبل كده ما كانش هنا. هتضربه، كل الناس عايزين يجاملوه وأنا مش عايزهم يجاملوه فيك، عشان لو جاملوه فيك بعدين هيجاملوه فيا. فهمت يا ضب؟ يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، انت السبب في ضحكتنا. يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، عشانك الناس قدرتنا. يا اللي رافع راسنا قدام الخلايق كلنا، يا اللي شلت الشيل عنا وكنت دايما قدها. ما تقومي ترقصي معانا ولا ما بتعرفيش ترقصي؟ ما انت عارفه زين وغيركم محرج عليا ارقص وانا بالفستان ده. كل ده ليا احسن برضه. يلا 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 يا خاله، يلا يا حبيبتي. مهما نديك من حياتنا، مهما نديك من حياتنا، ديون علينا بنسدها. يا عمنا يا ظهرنا يا نور حياتنا كلنا، يا عمنا يا ظهرنا، حيشكي كتير قوي عننا عننا. يا عمنا يا ظهرنا يا نور حياتنا كلنا، يا عمنا يا ظهرنا، عايش كتير قوي عننا. راجل وطول عمرك ولد، عقلك بيوزن 100 بلد، طول الحياة واقف سند، شايل كتير قوي عننا. يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، انت السبب في ضحكتنا. يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، عشانك الناس قدرتنا. يا عمنا يا ظهرنا، حيش كتير قوي عننا. يا عمنا يا ظهرنا، عايشين في خيرك كلنا. طول حياتك عايش لينا، عشت بتحوط علينا. يا ما بعت الدنيا ياما عشان تشترينا. زرعت فدادين جدعنة ورجولة وشغامة، هنعيش عليهم كلنا يوم القيامة. غيرك زرع قلة أصول في أهله وفي ناسه، ما حصلش منهم في النهاية غير الندامة. زرعت فدادين جدعنة، هنعيش عليهم كلنا غيرك زرع قلة أصول في أهله وفي ناسه، ما حصلش منهم في النهاية غير الندامة. يا عمنا يا ظهرنا يا نور حياتنا كلنا، يا عمنا يا ظهرنا، عايشين بحسك كلنا. يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، انت السبب في ضحكتنا.
فكوا الكلبشات واطلع بره يا رضا. امرك يا باشا. مين اللي محرضك؟ محدش حاجاتني يا بيه. وانا من جايبك اتسامر معاك يا روح امك، وعزة جلالة الله هقتلك. بالراحه يا زين، الواد هيموت في ايديك. اقعد! وعزة جلالة الله هقتلك. مين اللي حرضك؟ اطلع يا بيه. اطلع. بعتك تقتل مين؟ هقتلك يا بيه. مقابل ايه؟ 20,000 انا عارف ان مالكش صالح بحاجه، وعارف انه مكاريك، وحق مع هتلر مش معاك انت. والله العظيم لو قلت الحقيقه لقف جنبك. تعرف ايه تاني؟ يا بيه انا كل اللي عرفته قلته لك. نرجع تاني. هتلر مش هينفعك. الوحيد اللي ممكن ينفعك هو انا. تهمتك شروع في قتل، واقدر البسك 3 4 تهم تانيين، واقدر اطلعك منها. اقول لك جاي تحييني بفرحي، ضربت عيارين، رصاصه طلعت طايشه جت في العريس، مش هتاخد فيها يومين. خلاص يا زين، الواد جاب كل اللي في بطنه. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ معرفش يا بيه. نرجع تاني. وعزة جلالة الله هقتلك وما اخد فيك يوم. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ هسألك سؤال اسهل. مين اللي حرض على قتل الواد؟ رئيس هتلر يا بيه. بعت 5 رجاله دخلوا الحجز وعجقهم. ال5 رجاله دول اللي دخلوا قبل قتل الواد بيوم. هم اللي شهدوا عليك ان انت اللي قتلته. يا ولاد الحرام، وانا برضو كنت مستغرب ان العيال سابتنا كلها وجايه تتخانق قدام القسم. دول مخططين بقى. انت تسمع عني يا ضو، تعرف ان زين القناوي عمره ما رجع في كلمته. راجل وتقول الكلام ده في النيابه؟ اقول يا بيه، بس تضمن لي الامان يا بيه. اضمن لك الامان. رضا، امرك يا باشا. خد ضوء على الحجز. امشي قدام. امشي. عازي، براءتك جات لك لحد عندك. الحمد لله.